أول ما دخلت أوضة الكشف بصراحة ما كنتش مصدقة نفسي. معقول؟ ده شاب صغير؟ كنت مكسوفة جدا ومش عارفة هعمل إيه. أصلي ما كنتش عاملة حسابي. لما دخلت على السرير بتاع الكشف وابتدى يعمل الكشف بتاعه بصراحة الموضوع كان معايا صعب، وأنا وقتها ما كنتش عارفة أعمل إيه. أنا كان عندي مشكلة كبيرة، كان لازم أروح لدكتور النساء، واللي ألحتن عليا في الموضوع ده بصراحة جارتي. أصل إحنا قاعدين في منطقة شعبية شوية، وفكرة بالنسبة لجوزي إن أنا أروح وأتكشف على الدكتور دي مشكلة بالنسبة له، يا إما دكتورة يا إما مفيش. أنا من ساعة ما اتجوزت وأنا بصراحة بعاني من مشكلة كبيرة، وهو إن جوزي ما بيدينيش كل احتياجاتي. وأنا بقى ربنا خلقني كده، أعمل إيه؟ ربنا خلقني بالنسبة للموضوع ده ما بشبعش، عايزاه على طول. وبصراحة أنا كنت بتكسف إن أنا أتكلم مع جوزي في الموضوع ده، أو كنت بكتفي إن أنا كل شوية كده من وقت للتاني أقعد في أوضة مع نفسي كده وأشغل لي فيلم ولا حاجة، أحاول إن أنا أريح نفسي شوية. لكن طبعا ده مش هيبقى زي جوزي. لكن كنت أعمل إيه؟ هي دي الحاجة اللي كانت قدامي، وكنت بحاول من وقت للتاني إن أنا أفهم جوزي بالطريقة، بعد ما يخلص مثلا أقول له ما تخليك شوية كمان، أنا لسه محتاجة الموضوع ده، أو أجيبها له بهزار. لكن هو بعد الموضوع ده كان يقول لي بقولك إيه، أنا لما أخلص ما بحبش حد يجي جنبي، وبعدين لما أقولك خلاص يبقى خلاص، ويسيبني ويقوم يا إما يرجع ينام تاني. الموضوع ده كان بيضايقني، علشان كده ما كنتش بتكلم معاه. ومن كتر ما أنا كنت بقعد مع نفسي أوقات كتيرة، الموضوع تعبني جدا، وكان عندي التهابات جرح كده. فتقريبا ده من كتر ما أنا بعمل كده وابتديت أشتكي لجارتي وقلت لها أنا عندي التهابات فظيعة مش عارفة أعمل فيها إيه. قالت لي بقولك إيه، في دكتور لسه فاتح جديد في أول الشارع، إنما إيه، ما أقولكيش قد إيه هو شاطر. قلت لها دكتور؟ لا مقلق، ومين بس اللي هيرضى بكده؟ أما جوزي مستحيل يوافق، ما أنتي عارفة وعارفة دماغه. قالت لي يا ستي ما تقوليلوش، قوليله إنك رايحة دكتورة في أي حتة. اسمعي كلامي بس، الدكتور ده بجد شاطر، مش قادرة أقولك قد إيه. قلت لها طيب هفكر. قالت لي ما تفكريش، هتفضلي تعبانة؟ أنا لو منك بصراحة أروح أكشف وما ضيعش وقت. ها، أحجزلك عنده؟ قلت لها خلاص احجزي لي. فعلا صاحبتي حجزت لي بالتليفون، وخدت المكان العنوان بالظبط، وخدت دوري ورحت هناك. قعدت في العيادة وفضلت قاعدة مستنية دوري، وما كنتش متوقعة الصراحة إني هلاقي اللي هلاقيه ده لما أدخل. أنا قلت دكتور كبير في السن، 52-62 سنة ولا حاجة. وشوية ولقيت الممرضة بتنادي على دوري وقالت لي تتفضلي. فعلا دخلت. أول ما دخلت الأوضة بتاعت الكشف ما شفتهوش. قعدت على الكرسي اللي قدام المكتب، وبعد شوية لقيته طالع وبيقول لي أهلا وسهلا بحضرتك، نورتينا. ولسه بلتفت له لقيته شاب صغير تقريبا عمره 34 سنة، ما يزيدش عن كده، إلا إذا كان أقل كمان. أول ما شفته بلمت، ما كنتش عارفة أعمل إيه من الكسوف، وخصوصا بقى إن رايحة مش عاملة حسابي. أنا كنت حاطة في اعتقادي إن هو شاب صغير لو كنت عارفة إن هو شاب صغير كنت عملت احتياطاتي. أنا قلت هو زي ما قلتلكوا هيعدي 50 سنة. بصراحة كنت مكسوفة قوي، وكنت عمالة أماطل معاه في الكلام، يمكن ما يكشفش ويمكن يكتفي من الحاجات اللي أنا بقولها له. بس قعدت أشرح له أنا بشتكي من إيه وإيه اللي تعبني بالظبط، لكن هو أصر إنه لازم يكشف، وإنه ما ينفعش يديني أدوية على كلامي كده وبس، وإنه لازم يكشف ويبص. وأنا ما كانش قدامي أي حلول تانية. قال لي اتفضلي معايا على سرير الكشف. مشيت قدامه وأنا مكسوفة ومش عارفة أعمل إيه، ولا عارفة حتى اليوم ده هيخلص إزاي. وفعلا قعدت على سرير الكشف، وابتدى يقول لي إني أحضر نفسي عشان أكشف. وفعلا عملت كده. وأول ما هو ابتدى يكشف ابتسم ابتسامة غريبة. أنا اتكسفت وحاولت إن أنا ما بصلوش، لكن هو كان مركز معايا جدا. وبعد 10 دقايق لقيته بيقول لي اتفضلي معايا على المكتب، أنا خلصت الكشف. خدت نفس كده عميق
وبعدين رحت معاه هناك على المكتب وقلت له خير يا دكتور. قال لي أنا عايز أسأل حضرتك سؤال، أنتي جوزك موجود معاكي؟ قلت له أيوة طبعا. قال لي طيب واضح يعني إنه قوي شويتين. قلت له ليه؟ قال يعني في التهابات وجرح بسيط كده. قلت له بصراحة كده يا دكتور، الموضوع مش من جوزي، وحكيت له كل حاجة بالتفصيل. أصله هو الدكتور بتاعي خلاص، وأنا كان لازم أقول له على الحقيقة. لقيته ابتسم وكتب لي على الأدوية، وطلب مني إن هو يشوفني الأسبوع اللي جاي. روحت البيت، وبعديها بشوية لقيت جارتي جات لي وسألتني عملتي إيه. أول ما شفتها قلت لها اخسي عليكي، مش تقولي لي إن هو سنه صغير؟ قالت لي هو سنه صغير بس ده كمان زي القمر، شفتيه وشفتي جماله؟ قلت لها أيوة يا ستي شفته. قالت لي طب قولي لي عملتي إيه؟ قلت لها ما عملتش حاجة، كشف عليا واداني أدوية وهيشوفني بعد أسبوع، بس أنا كنت مكسوفة جدا. قالت لي ليه؟ طلع يعني لما رحت ما كنتش عاملة حسابي. هو شافني كده بقى زي ما أنا literally. خلاص، المرة الجاية قبل ما تروحي نبقى مظبطينها ونحاول نعمل كل حاجة. فعلا قبل ما أروح له الميعاد التاني جهزت نفسي كأني عروسة، وبعدين رحت له وقعدت استنيت دوري زي كل مرة. ولما دخلت أول ما شافني ابتسم برضه، فسألته المرة دي قلت له هو أنت يا دكتور ممكن أسألك سؤال؟ قال لي اتفضلي. قلت له ليه كل ما تشوفني بتبتسم؟ قال لي أبدا ولا حاجة. قلت له طيب. قال لي مشيتي على العلاج اللي اديتهولك؟ قلت له أيوة يا دكتور. قال لي طب يلا ما نضيعش وقت، تعالي على سرير الكشف. فعلا رحت تاني، وأول بس ما ابتدى إيديه تتحرك، بصراحة رحت في عالم تاني، وهو كمان اندمج جدا. فضلنا أكتر من ساعة، أصل هو ما حسش بنفسه، وأنا كمان ما رفضتش ولا قلت له لأ، وابتدى يعمل كل الحاجات اللي أنا محتاجاها، الحاجات اللي أنا محرومة منها، اللي جوزي مش بيعملها. وبصراحة من وقتها وإحنا اتفقنا إن كل فترة أروح له العيادة ونقضيها إحنا الاتنين شوية مع بعض. بصراحة من ساعتها وأنا بعمل كل اللي هو بيقولي عليه. لكن المشكلة إن جوزي ابتدى يسأل ليه كل ما بطلبك بتقوليلي لأ أو تعبانة أو أي حاجة بتحصل، وأنا بصراحة مش عارفة أعمل إيه. علشان كده حكيت لكم قصتي، يمكن تفيدوني، وأنا بثق في رأيكم، وهستنى كل التعليقات بتاعتكم وأراها كويس. شيخ بيقولي أنت عايزة تخلفي؟ قلت له والله أيوة، نفسي يبقى عندي ذرية وعيال. قال لي خلاص عليا أبخرك وأفكك. المهم، في مرة من المرات كنت نازلة السوق عشان أشتري شوية حاجات، ورجلي خدتني كده بالمرة. قلت مش مشكلة، أروح وأنا في السوق بالمرة أجيب هدومي من عند الخياطة، طالما أنا نزلت يبقى كلها مشاوير مع بعضها بالمرة. المهم لقيت صاحبتي بتكلمني في التليفون وتقولي أنا عايزة أقابلك النهاردة ضروري. قلت لها ليه بقى؟ عاملة لي مفاجأة؟ قالت لي ناصر اللي بقولك عليه. وبعدين بصراحة كده أنا عندي شيخ إنما إيه حلو قوي، يعني بيقولوا كده إن هو ممكن يخليكي تخلفي. قلت لها إيه ده؟ هو أنتي بتقري أفكاري ولا إيه؟ تصدقي إن أنا كان نفسي أفضفض معاكي وأتكلم معاكي في الموضوع ده، وسبحان الله لقيتك أنتي اللي بتفتحي الموضوع الأول. قالت لي بس يلا قومي البسي وتعالي ننزل نتقابل مع بعض. قلت لها نتقابل فين؟ قالت لي تعالي قابليني في محطة المترو ونركب مع بعض، اللي هنروح للشيخ ولا هو اللي هيجيلنا؟ قالت لي يا أختي بس انزلي ولما نتقابل نبقى نتكلم، انتي كده بتضيعي وقت، يلا بقولك انزلي بسرعة. المهم إن أنا فعلا رحت لها، أصلي زي ما قلتلكوا أنا كنت كده كده في السوق، ورحنا واتقابلنا على محطة المترو، وأنا سبقتها على هناك وفضلت أبص هنا وهنا وبرضه مش لاقياها، يمين وشمال وبرضه مش لاقياها. رنيت عليها في التليفون، قلت لها انتي فينك يا بنتي؟ انتي واقفة فين؟ قالت لي الله، هو انتي مش شايفاني ولا ايه؟ أنا واقفة يا بنتي هناك عند اليافطة أهو. قلت لها يا خرابي عليا، تصدقي أنا مش واخدة بالي. وفعلا رحت لها وسلمت عليها، أصل هي كانت وحشاني وبقالنا كتير قوي ما شفناش بعض، وهي كانت وحشاني قوي وأنا كمان كنت وحشاها قوي بصراحة. وصاحبتي دي ما أقولكوش طيبة قوي وبتحبني قوي قوي، وأنا كمان. وبعدين إحنا الاتنين كده تقدروا تقولوا علينا روحين في جسد واحد، نحب بعض قوي قوي، سري عندها وسرها عندي. فالمهم قلت لها بقولك إيه، ما قلتليش هنعمله إيه؟ فقالت لي بس استني لما نركب المترو
وبعدين أقولك هنعمل إيه. المترو جه وركبنا وقعدنا كمان جنب بعض، ولقيتها بتكلمني كده بشويش وبالراحة وبتقولي ما تزعقيش عشان محدش يسمعنا، أنا مش عايزة حد يعرف إحنا بنقول إيه ولا بنتكلم في إيه. طلع والله أنت عندك حق، بس قوليلي أنت قلقتيني قوي. قالت لي أنا أعرف شيخ إنما إيه كويس قوي قوي، وبيقولوا يعني إن هو بيعرف يفك وبيخلي الستات تخلف. قلت لها إزاي يا بنتي؟ عبيطة أنتي، هو في حد يقدر يخلي ست تخلف؟ إزاي يعني؟ قالت لي طب استني بس وهتشوفي هيعمل إيه. وبعدين بقولك إيه، ما تزعقيش، ما تخليش كل اللي حوالينا يبصوا علينا، أنتي صوتك عالي قوي والعربية كلها بتبص علينا. قلت لها طب أعمل إيه؟ ما أنا عايز أفهم. قالت لي بصي، كده كده إحنا قربنا ننزل في المحطة، وخلي الكلام بينا لما ننزل من المترو علشان